ده تلخيص سلسلة زيادة الدخل. تعال اقولك خطوة خطوة ازاي تزود دخلك من البيت. اي حد هيقولك انه ممكن تزود دخلك بدون ما تتعلم اي مهارات فده اكيد نصب، لان اكيد محدش هيديلك فلوس من غير مقابل. لازم تتعلم مهارة وتتقنها وتحترفها قوي عشان تعلنها على السوشيال ميديا وتقدمها للعميل، ولازم ان انت تكون محترف فيها ودايما بتطور نفسك فيها. طب هنعمل ايه؟ هنتعلم ايه بالظبط من المهارات اللي ممكن تكون اكتر حاجة مطلوبة في السوق؟ في مهارات كتير جدا، ومنها المونتاج، البرمجة، الترجمة، إدارة حسابات السوشيال ميديا، وكمان صناعة المحتوى وكتابة سكريبتات للفيديوهات اللي بيقدموها صناع المحتوى. وكمان ممكن تقدم تصميمات متنوعة منها الجرافيك، صور مصغرة، أو إدارة قنوات اليوتيوب. وفي كمية مهارات كتيرة قوي ملهاش حصر، ممكن تبحث بنفسك وهتلاقي حاجات كتير جدا موجودة على جميع المنصات. طب ايه اكتر منصة رخيصة من غير فلوس تماما بتتعلم عليها كل حاجة؟ هي اليوتيوب، وهي المصدر اللي انا بتعلم منه كل شيء من الالف للياء، يعني من غير ما ادفع ولا جنيه. لكن بالنسبة لباقي المنصات هتلاقي كورسيرا، هتلاقي يوديمي، هتلاقي معارف، وكمان لينكد ان ليرنينج وحاجات تانية كتير قوي. طيب انا اتعلمت وخدت كورسات وذاكرت، اقدمها فين؟ وفين العملاء اللي انا هلاقيهم والشغل اللي انا هدور عليه؟ طبعا خمسات، وكمان مستقل، وكفيل، وكمان فايفر واب وورك، وكل مواقع العمل الحر. وكمان ممكن اقدم كل تفاصيل شغلي على لينكد ان، ده في حين ان انا اكون عامل بورتفوليو لنفسي قوي جدا وسيره ذاتيه انزلها على لينكد ان. ولازم يكون لينكد ان بتاعي اكتف دايما ومتفاعل وفي شبكه علاقات كويسه جدا يقدر يجيلي منها شغل. وهعمل لكم حلقات تانية عن لينكد ان. لو مهتمين بزياده الدخل تابعوني، انا نادرة جورج وبقدم محتوى عن زياده الدخل واسرار صناعه المحتوى واسرار السوشيال ميديا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب وتفعلوا الجرس. مستنياكم، ولو في اي اسئله اكتبوها في الكومنتات. باي.